جل في الأرض الجن روحانيين لهم أجنحة، فخلقهم دون خلق الملائكة وخفضهم أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطيران، فأسكنهم فيما بين أطباق الأراضين السبع، وفوقهن يقدسون الله الليل والنهار لا يفترون. ثم خلق خلقا دونهم لهم أبدان وأرواح بغير أجنحة يأكلون ويشربون، نسناس أشباه خلقهم وليسوا بإنس، وأسكنهم أوساط الأرض على ظهر الأرض مع الجن يقدسون الله الليل والنهار لا يفترون. وتكمل الرواية لتقول: ثم إن طائفة من الجن والنسناس الذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط الأرض مع الجن تمردوا وعتوا عن أمر الله فمرحوا